مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة المطبخ الصغير. نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا مسمنة في الفرن. كتجي طبقات ساهلة في التحضير، بسيطة، مكوناتها بسيطة، بعجينة ديال المسمن اللي كتجي مقرمشة وفي نفس الوقت رطبة طرية كما كتشوفوا معايا. بحشوة كذلك بسيطة، والحشوة كتبقى اختيارية، كل واحد كيدير في الحشوة اللي بغا. وكي كتجي هكا كديروا حاجة وحدة وكتدخلوها للفران. كنوجدوه إن شاء الله لمائدة الفطور في رمضان. إن شاء الله ندوزو المقادير والطريقة في نفس الوقت. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 4 كيسان ديال الفورس كما كتشوفوا، وعندي الملح، غادي نضيف لهم شوية معلقة كبيرة ديال الزيت، وغادي نعجن بالماء. الماء تاع روبيني يعني ماشي دافي، مع هادي صافي غنبدا تنضيف الماء وانا كنجمعها كما غتشوفوا. يعني العجينه كي قلت لكم العجينه عاديه، العجينه المسمن، ما فيهاش الخميره، ما فيهاش الخميره كيما اليوم، ما فيهاش الخل، كما شفتوا غير الملح والزيت فقط. غادي نجمع العجين كما تشوفوا. تقدروا ديروا في العجانه، بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا في العجانه تقدروا ديروا في العجانه ودلكوه مزيان. انا هنايا درت ليه الماء، وغادي نديرو فوق البلون ديال الطرافاي، وغادي نخدمها كما كتشوفوا هنا راه كتلصق، ولكن مع الدليك بشويه بشويه حتى كتشرب الماء مزيان، كتشربو وكتجمع وكتولي هكا عجينه طريه كما كتشوفوا. ما كتلصقش بزاف وفي نفس الوقت ما قاصحاش. غندهنها بالزيت وغادي نغطيها ترتاح، نخليها ترتاح مزيان. من بعد انا ما ارتحت غادي ندير كويرات صغار، صغر من ديال هكا قياس مشماشة، ولا يعني باش ما كانت صغيرة غادي تحكموا فيها في الهزان. هنا كما شفتوا راه خليت وحده كبيره، غنخليها هي اخر وحده. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادي نهز اول مسمنه، غادي نسرحها ونحطها في هذا في اللاطه. هو من الاحسن بلا ما تفرشوا لها الورق. انا من بعد راه غادي نحيدو. كما شفتوا حطيت الحشوه ما صورتهاش معكم لانها سهله وكتبقى اختياريه. انا درت البصله والفلافل والخضره خويزو الكورجيت والشعريه الصينيه والكفته. كندير طبقه ديال المسمن وطبقه ديال الفرماج وطبقه ديال الحشوه كما شفتوا، وكنعاود ندير ثاني طبقه تاع المسمن اللي كنسرحو هكا، وكنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى كنسالي. يا اما كتسالي ليا الحشوه يا اما كتسالي ليا كيتسالى ليا المسمن. هنايا كما شفتوا غنبقى تندير طبقه كنتمنى انكم تكون باينه لكم. هنا راه ماشي مشكل الا شفتوا العجينه هكا، لان من بعد غادي نقرصها. هنا من بعد ما ساليت كلشي اخر وحده غنديرها غادي نحطها. هو ماشي مشكل هكا الا شفتوها قطعات، غناخذ 3 المسمنات وغندير بحال كي كنلمطوا البسطيله كما شفتوا. غندير وحده في هذا الجنب وحده في هذا الجنب وحده في هذا الجنب. انا هنا راه حيدت الورق من الطاوه لانه برصني، كتبدا تلصق لي ما كتبش تهز ديال العجينه، وانا نحيدو كاع. من بعد قلبتها، ملي درت دوك 3 المسمنات هكاك غادي نقلبها بحال غنلمط، وغتبقى لي ديك اخر وحده اللي كنت وريتكم كبيره شويه، هي باش غادي نغطي كلشي. نتوما غتشوفوا غنغطيها كلشي وغادي نحاول نقرصها بشويه بشويه، وهي راه ساهله تمشي مع كما شفتوا طيب كتمشي. ما تقرصوهاش تجي رقيقه وما تكونش ثاني غليظه. عشان نعطيها شكل خبيزه بشويه وساهله دغيا كتعطيك الطوح، لان ارتاحت والعجينه مرتاحه ورطبه. صافي غادي غادي نسرحها كما شفتوا حتى كنحصل عليها. كندهنها بالزيت، تقدروا تدهنوا بصفر بيضاء، انا ما بغيتش ندهنها بالبيض تبقى غير هكا. وغادي ندير شويه الفرماج، غندخلها للفران نشعل عليها من التحت، نقص عليه مزيان باش طيب حتى من الداخل باش ما تعجنش، ونخليها على نار مهيله حتى كطيب كتحمر، وكنشعل عليها من الفوق حتى تحمر من الفوق. سمعوا هنا التقرميشه كما شفتوا كتكون مقرمشه الورقه ورائعه وسهله وبنينه. والله العظيم الا جات بنينه كي قلت لكم. درت الفلافل والخضره والكفته والشعريه الصينيه
فقط العطرية طيبت كلشي، هذه الحشوة راه معروفة كلشي كيعمر بها، وكتبقى الحشوة اختيارية كيما بغيتو، وكنتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم، وإلا عجبتكم قناتي ديروا جيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع أصدقائكم، استودعكم الله.